يا مساء الخير، يا مساء الرزق، مساء السعادة. أنا عايزة أقول جملتين دلوقتي برضو لسه شايفاهم. يا جماعة أما حد يتفرج على الفيديو ما يجيبليش سيرة ناس أنا ما أعرفهاش. يعني أنا مش معنى إن أنا يوتيوبر وبطلع أصور فيديو عموما إن أنا أعرف الناس كلها. صدقوني أقسم بالله العلي العظيم وحق لا اله الا الله انا ما اعرف حد في المحتوى ده خالص. يعني عموما انتوا اللي بتتكلموا كلام مفكرين ان انا بهرتل، ان انا طالعه واحده بتكلم كتير. انا ما بحبش كتر الكلام ولا بحب ابقى ليا علاقه بحد اساسا. انا الناس طول ما هي قاعده في التعليقات في كومنتس ابص الاقي كاتبين لي: هو انت معاكي فودافون كاش؟ هو انت معاكي فودافون كاش؟ معايا فودافون كاش وعندي فودافون كاش. وما بحبش اقول لحد رقمه لان انا مش طالعه اسال الله ولا تسول ولا اشحت. تمام، لان هنا كل واحد ملتزم بنفسه. ولو كنت مثلا زمان كانت الناس لما بتقول لي كده كنت بكل طيبه اقول لها طب ماشي هديكوا الرقم، وكنت باخد الرقم واديهم الرقم وبتعامل مع المتابعين عادي على اساس ان ان انا عادي يعني بتعامل بطبيعتي. اللي يقول لي رقم فودافون كاش اقول له طب تمام ماشي كهديه من المتابع ليا. لكن دلوقتي بطلت ليه بقى؟ من كتر الكلام. المحتوى ده فيه لجان الكترونيه فظيعه بتهدم حياه حياه اللي بيتفرج، اللي بتكسر مقاديف اللي بيركز، بتكسر مقاديف وبتكسر بتحطم اللهبل اللي بيركز لهم. انا بقول انا ما اعرفش حد. قناه مطبخ منى بس، ما عنديش اي حاجه تانية، هي قناه مطبخ منى. ما عنديش اي قناة تانية ومش مرتبطة باي حساب تاني وماليش دعوة باي حد تاني. يا جماعة ما تجيبوليش سيرة ناس انا اقسم بالله ما اعرفهم وما اعرفش حد. في انا طالعة كده لوحدي بعمل فيديو بنزله تقولوا لي بقى. هو انا عايزة اسأل سؤال: اللي بتكتب لي كده وتقول لي ايه اصل دراعك باين، اصل دراعك باين، اللي بتكتب لي وتقول لي اصل دراعك باين حرام، اصل حرام، اصل ايدك باينه، اصل رجلك باين. يا جماعه انا عايزه اسالكم سؤال بالله عليكم: لو حد ماشي كده في كافتيريا ولا قاعد في حته ولا خارج براحته وحد شافه لابس كده قصير ورحت قلت له خد تعالى انت ملبس مراتك كده ليه؟ ولا خد يا اختي تعالى انت لابسه قصير ليه؟ ورحمه ابويا هتمسكني تفضحني ان ما كانتش تردح لي حبه حلوين وتعمل لي عربي ففرنجي وانا واقفه تديني صوتين حياني محترمين، اتنين حياني بس هاخدهم هطلع اجري. لان مفيش من سياسه اي حاجه مش مرتبط ان الناس تطلع تتكلم. المحتوى هنا مرتبط بايه؟ ان السياسه التزم بيها، التزم بسياسه المحتوى اللي طالع. يعني هو اجراءات المنتدى ايه؟ ان انا اتكلم كلمه كويسه، ما اغلطش في حد، ما اجيبش منظر غلط، ما احطش منظر وحش، ما احطش حاجه غلط. هي اللي ان انا بقى انا طالعه، هو منى هي اللي طالعه على طول، عرفوني صوت وصوره. لكن ما يخصهمش بقى انا طالعه بنص كم ولا طالعه بايدي بانت حرف رجلي بان. الصغيرات دي الناس بتمشي في الشارع عريانه ما حدش بيقدر يقول لها انت بتعملي ايه. لكن انا قاعده في بيتنا 100 مليون بيتفرج عليا. هم انا يا جماعه اللي يتفرج عليا يتفرج عليا طالما انا محترمه في نفسي واسلوبي محترم. ما حدش يطلع ينكش فيا ويقول لي والنبي اصلك فلانه ديت كانت نهايتها ما اعرفش حد والمصحف والله ما اعرف حد خالص. انا بقول لكم ردا على الكلام. قولي لي بقى يا مدام منى انت حضرتك عقلك صغير انك طالعه تردي على متابعين بالله؟ هم مش متابعين، هم ناس وهميين اساسا، هي ناس مش موجوده، هي ناس بتحب تحطم الناس عشان الناس تقوم يجي لها اختفاء ذاتي. يقول يا حسرتي اهي اختفت بركه، ويزرغطوا لهم ما بعرفش ازرغط برضه، ويعملوا صوتين كده زراغيط اهي راحت اهي بقى يلا نلف على واحده تانية نكسر مقادفها علشان ما تبانش. طب اما بطلع اتكلم الكلمتين دول الصلاه على النبي كده اللهم صل على سيدنا النبي بجيب بالقد ايه مشاهدات؟ بس بكتير، بكمية، علشان النية سالكة، عشان هي سالكة والله يا جماعة النية سالكة. أما اللي بيخشوا يديكوا كده يقولك حسبي إيدك بانت، حسبي ضفرك بان. هو اليوتيوب عموما ملوش علاقة بيا، صبعي يبان، مناخيري حرفها يبان، بقي يبان، لساني يبان، هو ملوش دعوة. هي واحدة تطلع لقوها ملتزمة بقوانين المجتمع هيقولها تعالي يا اختي خش يلا معاكم، طالما انا ما بعملش اساءه لحد. لكن الناس الصلاه على النبي عليها اللي بيخشوا يضربوا اخماس في اسداس ومفكريني ده عقلها خفيف. لا انا عقلي خفيف ان انا برد على المتابعين بس. حد تاني كان قال لي يا مدام منى ما تركزيش مع الناس، يا مدام منى ما تتكلميش ياما الناس دماغها فاضيه، يا مدام منى ما حدش بيركز اصلا. اللي بيكتب جمله بيسيبها ويروح بينسى ان كتب لك عبال ما بيروح لواحده تانية يكتب لها. يا مدام منى اتقي ربنا وما ترديش على الناس، ده بيكتبوا لك وعبال ما بيروحوا الالف غيرك يكتبوا لهم نفس الكلام. يا جماعه ده الناس بتطلع تطبخ بيشتموا عليها وهي بتعمل اكل، والمصحف ده انا كنت بعمل اكل، بعمل الاكل بصوره يقولوا لك ايه؟ هو انت ليه ست مش محترمه؟
انت ليه ست بتفرجينا على الاكل بتاعك والناس مش لاقيه تاكل؟ طب ارد اقول لهم ايه بقى؟ ارد اقول ايه؟ 2 3 يكتبوا لي هو انت ليه انت ست مش محترمه ليه؟ انت ما انتش متقيه ربنا ليه؟ اقول لها ليه يا اختي؟ كنت ارد يا عيني بقى في ساعتها، ليه يا اختي؟ تقول لك اصل انت عامله اكل الناس مش لاقيين وانت بتصوري الاكل والناس مش لاقيه تاكل، اتقي ربنا يا شيخه. هو انا لازم اطلع اقول لك ان انا قبل ما باكل اللقمه ببقى موزعه نصها في الشارع؟ لازم اطلع حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. الناس بيقول لك ايه، ما تدعيش على اولاد حد. لا انا ما بدعيش على حد. بصوا هقول لكم على حاجه، انا مش قصه معاش ولا كان اللي يدي على ضنا حد، تمام؟ ربنا يخلي لكل عين رجاها، بس انا بتكلم بهدف ان اللي يوجعني عايزه اوجعه. بس هو انا كده اتحولت لكده، اللي يوجعني هوجعه، اللي يزعلني هزعله، اللي يضايقني هضايقه. انا لا طالعه عامله ده، انا يقعدوا ده من رخامه المتابع ان انا طالعه ما بحطش ميك اب. اصل انت حاطه بودره، طب انت نوع البودر اللي بتحطي والله ما اعرفه. اقول لكم ايه بقى؟ هو انت بتحطي الايلاين؟ ما اعرفوش برضه. لابسه النضاره، عملت تصحيح ومش بحب اقلعها مثلا لان انا خدت عليها. حفظ النظر انا حره، انا واخده على نفسي كده. اللي مش عاجبه يجي عندي ويضير وشه. مش مطلوب مني ان انا اقول لكم حبوني، حبوني، كلموني، عبروني. انا كنت بعمل كده في جروب اول ما بدات في اليوتيوب مع ناس محترمه، ناس محترمه وراجل محترم الله يصلح حاله ويخليه لعياله ويرزقه رزقهم ويديه الخير كله اللهم امين. بس كنت اخش اهزر معاهم بس بكل بساطه والناس حبتني على كده. لكن مش هخش اتكلم مع مليون نفر دلوقتي ولا 9 مليون نفر ولا 100 مليون نفر اقول لهم والنبي حبوني. لا يا جماعه، اللي يحبني يحبني واللي ما يحبنيش يرجعني ويحطني جنب الحيطه. اعمل لي ان بلوك، اعمل لي عدم متابعه، اعمل لي فولو، اعمل لي ان فيلو، واعمل لي بلوك. مش عاجبك ما تتفرجش عليه، ما تخشيش تتكلمي كلام انا ماليش دعوه بيه. انت داخله تنكشيني وتقولي اصل فلانه وعلانه، ولا اعرف فلانه ولا اعرف علانه. انا ما اعرفش غير نفسي كده بس، ما اعرفش الا انا. اعرفي انت او غيرك، دي لجان بتهدم المجتمع، بتهدم الناس اللي طول ما انت ناجح هتلاقي كتير كده. ليا للكلام ده بسمعه وبسمع بيه غيري. طول ما انت ناجح هتتلاقي اللي قدام منك بيكسر مقاديفك وبتواجه صعوبات وعقبات قدامك. انا ما بيخافش، انا عارفه ان انا صح والعياذ بالله من كلمه انا بقالي 4 سنين اللهم صل على رسول الله. في رمضان الجاي هيبقى بقالي 4 أو 5، 4 سنين أو 5 سنين في اليوتيوب. يعني يا جماعه يا ما دقت على الراس طبول، يا ما شفت كتير، يا ما خدت على قفايا وكنت اقول يا لهوي يا لهوي. الناس تتقي ربنا، الناس تتقي ربنا يا عالم، علشان ما تكسبش سيئه بذنب كلمه ملهاش اصول وملهاش وجود. ما تخشش، ممكن انت تقول لواحده كلمه او ممكن تقولي كلمه ربنا يوقف فيها حالك باي وسيله. ممكن تبقي بتقولي لنا كلمه ملهاش وجود ربنا يوقف امرك، تبقي واقفه على حته صغيره كده عشان الامور تمشي، تلاقي الامور اتعنكلت عليك. اتقوا الله قبل ما تتكلموا وتصدروا قرارات وتصدروا احكام. اتقوا الله عشان ربنا يسهل اموركم، تمام؟ وعموما انا ما بخافش من حد، انا ما بخافش الا من ربنا، ودايما بقول ظهري ربنا، تمام؟ قولوا بقى حرف شعرك باين، اصل بقك باين، اصل مناخيرك بانت، اصل خرم مناخيرك طلع. عايزه حد يقول لي مناخيرك بانت، لسانك ده هو طالع ليه؟ حرام. اهم حاجه النيه، اهم حاجه القلب النظيف مش البق والمناخير. واصل خدك بان، اصل دراعك بان. والناس بتمشي في الشارع ده كده، لو حد قال لها الكلمه دي هيضربوه على بقه يطلع يجري. استهدوا بالله كده وخليكوا في نفسكم عشان ربنا يصلح حالكم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تشتركوا في مطبخ منى وتحطوا اللايك، ودايما معايا ودايما منوريني. مع السلامه.